عصابة استغلت حب وثقة الشعب العراقي بمواطني الخليج العربي. أفرادها يتكلمون اللهجة الخليجية، يحملون معهم عملة أجنبية ما إلها أي قيمة، يدعون رغبتهم بمساعدة الفقراء والمحتاجين. وهنا راح تبدي عملية النصب والاحتيال على الضحايا بمساعدة شخص يدعي أنه صاحب صيرفة. إلى التفاصيل، اشرح لي طريقة النصب والاحتيال اللي تنفذوها على المواطنين بالتفصيل. نعم سيدي. أي. سيدي احنا مجموعة مكونة من 5 نفرات. 5 متهمين موقوفين. 5 متهمين نعم. نعم. اجي انا بالسيارة نوع اجرة سايبة. أي. اجي احكي ويا المواطن، احكي وياه لا على التعيين، لا لو تعينوهم. لا على التعيين سيدي. نشوفها بلغة شنو تحكي وياهم؟ نحكيها بلغة خليجية. نعم. هسه راح يجيك مواطن. نعم سيدي. اريد اشوف الطريقة شلون تنفذوها. نعم سيدي. باشر. السلام عليكم، يعطيك العافية. لو سمح سؤال، في هني جمعية حق مؤسسات فقارة حق محتاجين مصاري أو شيء، عشان معنا مصاري حابين نعطيها حق الفقارة والمحتاجين. نعم. هنا يتدخل سيدي دور العراقي. المتهم الثاني. المتهم الثاني اللي عراقي. باشر. اسألني. لو سمحت يعطيك العافية، في هني فقارة محتاجين مصاري، ما عندهم شيء نعطيهم نساعدهم. نعم موجودين. نعم. طيب أنا مخصص حق كل عائلة $500. أنا ضيفك من البحرين. أهلا وسهلا. كيف طريقة ننتبه عندكم الحين؟ انت تعطينا اياها احنا واحنا نوديهن. يعني لو اعطيكم اياها ما في مشكله بتوصلوهم؟ ان شاء الله. طيب اول شيء اللي طلبين معاكم انه ما تقولوا فيها بالبحرين عشان ما تروح فيها الصدقه هذه. صحيح. والطلب الثاني ابي اقرب صراف بصرف بالنقد العراقي عشان انا مذمم اصرف بيدي. هذا الصراف موجود ونروح عليه. اللي هو المتهم الثالث. نعم. اللي يراقبكم من بعيد. نعم نعم سيدي. اشرح لي دورك. هسه هنا الضحيه اللي هو المواطن وياكم. نعم بهذا الحادث. نعم سيدي. مو؟ نعم سيدي. باشر انت بصفه الصراف. شوف لي هاي الورقه اليوم ايش قد تسوى؟ هاي اليوم تسوى 250,000. 250,000؟ اي. زين من الخليج بيش تاخذها؟ اخذها من عنده ب 200,000. يعني تقصها كل ورقه 50,000؟ نعم. ها اصرف لي هاي الورقه. ليش تصرفت هذا التصرف؟ انه ياخذها من الخليجي اقل مما ياخذها من العراقي. خاطر هذا اللي وياي المواطن يطمع حتى على مود يعطيك فلوس. نعم. باشر كمل. اصرف لي هاي الورقه. هاي ال 250 والك مو نعم وإله. لا ب 200,000. ب 200,000. بارك الله فيك. راح هاي ال 250,000 مالتك بس. نعم. انت يعطوك بس 200,000، ال 250 يعطوها احنا إلنا. نعم. تريد تصرف؟ طيب انا بصرف بس بدون ما يعني. بدل ما تصرف عند الصراف احنا نصرف لك على ال 200,000 وال 50,000 تصير إلنا. يعني تصرف لي من حر مالك؟ نعم. ما في مشكله، حلال عليك. بارك الله فيك، رحم الله والديك. هنا انت شنو راح يكون دورك؟ راح يكون دوري راح اقول له انت ايش قد عندك فلوس؟ اي. انت ايش قد عندك فلوس؟ عندي 5. عندك 5، اني هم عندي 5. صارن 10 ملايين. راح نروح نجيبهن. نعم. انا راح اجيب فلوس كذب، انزل سيد باي فرع. اللي هن شنو انواعهن؟ كفلوس عراقيه. كفلوس عراقيه. نعم. كفلوس عراقيه. هو هم راح يجيب فلوس. نعم. راح ننطيه اياه. أي. يعطينا هاي العمله. العمله شنو هي ساقطه العمله. ساقطه. بيلاروسيه لو شنو؟ بيلاروسيه. نعم بس بيلاروسيه لو اكو غير عمله. بيلاروسيه. نعم. نعم سيدي. راح هو يستلم فلوسه البيلاروسي وانا استلم فلوس راح. اني وياه. هو راح ينزل يروح الله وياه. اي. واني اروح لجماعتي. وين هم ينتظروك؟ لي قدام سيدي. لي قدام. باقي المتهمين الموقوفين الاثنين. نعم سيدي. ذولا شنو دورهم بكل عمليه؟ ذولا ما لهم دور، اذا واحد مثلا ما اجى من ذولا واحد منهم يصير. يعني هذول المتهمين الموقوفين بدلاء المتهمين الموقوفين الاساسيين. بالضبط سيدي. بالضبط سيدي. وضح لي العجلات اللي تستخدموها بالحوادث. اشكال سيدي، سايبه، سبورتيج، الانترا، لاند كروز، حتى توهمون المواطن. اللاند كروز مالت من؟ مال بنتي. مال بنتك. وتستخدمها لهاي الحوادث. نعم سيدي، بس هي ما إلها علم سيدي، ما تدري. أكثر مبلغ استحصلتوه من جرائم النصب والاحتيال؟ 30 مليون أزيد بيعه. إيش قد حصة كل متهم بيكم؟ بالتساوي سيدي، تتوزع. بالتساوي تتوزع. نعم سيدي. المناطق اللي اشتغلتوا بيها وين؟ الشعب سيدي. أي. مدينة الصدر. زين. الغدير، البلديات، البلديات، حيئور، البنوك. زين. الاشخاص اللي تختاروهم لا على التعيين، لو تعينوهم نساء رجال شنو؟ عشوائي سيدي، كل شيء قدامنا بالشارع. عشوائي. نعم سيدي. شلون تعلمت هاي اللكنه الخليجيه؟ سيدي احنا من اهل البصره. اي. مو منا، من الزبير، فهاي اللهجه الدارجه عندنا، فنحكيها يعني بطلاقه عادي، يعني ماكو اي مشكله بيها. نهيب بالمواطنين الاعزاء اللي تعرضوا الى حوادث مماثله،
التوجه إلى مكتب القدس لمكافحة الإجرام لطلب الشكوى وإجراء التشخيص. دمتم في أمان الله وحفظه.